السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشارك معكم واحد الزيت اللي سميتو أنا المعجزة لتساقط الشعر أو الصرع الوراثي. المهم غادي نشارك معكم بلا ما نطول عليكم. فيه جوج المكونات، هو فيه مكون واحد أساسي، ولكن إلا بغيتو تزيدو المكون الثاني فهو غيكون أحسن. بالنسبة للمكون الأول البنات هو عندي هنا هو مريوت رانا غنخلي لكم الصورة ديالها هنا ولا هنا. المهم باش تعرفوها عشبة راه كتباع، من الأفضل هي كتباع عند العطار، ولكن من الأفضل البنات تشريوها من السوق، يعني راه كتباع غير ربطة ب2 دراهم فقط، والرابطة كتكون باقا طرية، يعني خصوصا عند هادوك الناس اللي كيبيعوا كيجيبوا الأعشاب، الناس اللي كيكون عندهم اللبان والرايب وداكشي راه تجبروهم في الأسواق، يعني كل واحد عندهم شي سوق أسبوعي راه غادي يكونوا عنده. ما لقيتوش سيروا شريو ديال العطار ميبسة، ولكن من الأفضل شريو ديال اللي كتكون كتباع عند الناس. كيف ما قلت لكم هنا المكون الثاني اللي معاه هو العرعر. المكون الثاني هو العرعر، كاين مريوت والعرعر. العرعر بغيتو تشريوه حتى من عند هادوك الناس راه كتباع الربيطة. هي قلت لكم كما قلت لكم كل ما كانت الحاجة طرية كل ما مزيانة. بغيتو تشري حتى هو من عند العطار حتى هو كيعطي غير 2 دراهم 3 دراهم اشحال ما بغيتي. ومن بعد كيفاش كديروا لهم، كتشدوا ديك مريوت ملي كتجيبوها كتنقيو فقط غير الوريقات ديالها. انا ما بغيتش باش نوريكم الطريقه باش ما نعطلكمش. كتاخذوا غير الوريقات كتنقيوهم من داك العود ديالها وكتشبروهم، كتعملوهم في واحد الكاسرونه، كتزيدوا عليهم شويه د العرعار. ما كانش العرعار ما ديروش، ولكن العرعار زيدوه من الافضل راه كيتباع. كديروهم في واحد الكاسرونه، كتكبوا عليهم كاس، مثلا خذوا المقدار نقول لكم مثلا تاخذوا واحد الحفنه هكا ديال دوك الوريقات، كديروهم في ديك الكاسرونه، كتزيدوا عليهم كاس ديال الزيت العاديه ديال الطياب، الزيت الروميه، كاس زيت العاديه. باش من الافضل ديروها ما ديروش زيت العود، تقدروا ديروا حتى زيت الكوكو. زيت الكوكو ديروه حتى هو زوين للشعر. كتخليوها كديروها في بان ماغي، يعني كديروا واحد الكاسرونه اخرى تحتها وكديروا فيها الماء، وعاد كتحطوا هاد الكاسرونه اللي فيها مريوت والعرعار وديك كاس ديال العنبه ديال الطياب، الزيت العاديه فقط ديال الطياب. كديروها كديروها فوق البوطه، كتنقصوا البوطه مره صافي، كتخليوها حتى كتسخن ديك الزيت مره وكتبقى تغلي كتغلي 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 باش كطلق. نتوما كتحركوا البنات، كتحركوا صافي كتحيدوها. كتخليوها كتبرد وكديروها بشي قريعه، كتخليوها البنات كل ما خليتوها مزيان تطلق كل ما مزيان. خليوها واحد 4 ايام ولا 3 ايام في واحد القرعه، في واحد القرعه حتى تبرد، عاد ديروها في القرعه وخليوها. وعاد تشوفوا هذاك الزيت ديالها كما كيبان لكم هنا، شوفوا كيكون بيض في الاول، غتقولوا ما طلقاتش. هي انا كنحاول نبدل باش يبان الزيت، ها هو راه كيبان حتى كيولي هذا الزيت هذا اللون ديالو مغلوق، ها هو كيولي بحال اللي خضر. شفتوا البنات ملي كتجيو بالنسبه لطريقه الاستعمال البنات ما ديروهاش يوميا، فقط ديروها مثلا نقول لكم مثلا ديروها 3 وجمعه، يعني يومين في السيمانه. كيفاش طريقه الاستعمال؟ فقط كتشدوا شي قطينه، شي قطن ديال الوجه ولا هذا، كتشدوا القطن كديروه فقط غير في الزيت. هاد الزيت هذا بلا ما ديروا دوك العشب وتبقى تقطروا، غير الزيت لان كتكون فقط طلقات فيه. كديروها في الزيت وكتبقاو تشقوا بها الفروه ديالكم. خليوها فقط واحد نص ساعه ولا 40 دقيقه، ما تخليوهاش في الشعر بزاف ولا تباتوا بها اولا تبقى تدهنوا، فهمتوا؟ حتى تشوفوا على حساب الفروه ديالكم باش ما ديرش لكم الحكه. راه هي مزيانه حتى للصدفيه، راه زوينه للصدفيه البنات وزوينه حتى للقشره. قسما بالله البنات وبحثوا عليها وغادي نتعرفوا. انا جربتها لشعري وعطاتني النتيجه، وقلت علاش ما نشاركهاش مع الناس، ما نشاركها. وعندي اكثر عاوتاني عندي زيوت اخرين ان شاء الله غادي مرقداهم غادي نشارك معكم نوريكم شنو كندير لشعري. يعني ما كنديرش غير هذا فقط، بحال دابا هذا كنديرو انا مره في السيمانه. مثلا الجمعه كندير زيت الثومه والزنجبيل، اللي يعني عاوتاني 3 كندير السدر مثلا والحنه. يعني كنخلط مره اخرى عاوتاني كندير الزيوت كاملين. عندي بزاف ديال الزيوت مخلطاهم مع بعضهم وزيد عليهم زيت القطران، زيد عليهم القطران الرقيق عاوتاني كندير. المهم انا نشارك معكم زيت بزيت نخليو في زيت مريوت والعرعار، ها هو كيف ما كتشوفوا. هذه هي الطريقه البنات، خليوه غير نص ساعه ولا 40 دقيقه وشلوا شعركم. ما ديروش على الاطراف، فقط ديروه غير على الجلده ديال الشعر ديالكم، شقوا به
ولكن مع المساج منين تشقوا به ديروا واحد المساج باش كتسخنوا الجلده ديال الشعر ديالكم. استغفر الله العظيم. باش كيدور الدم كتبقاو هكا واخا غير بالصبعين ديالكم كتبقاو هكا حتى كتسخنوا الجلده ديال شعركم مزيان. كتغطيو واحد البلاستيكه دوز 40 دقيقه ولا نص ساعه غسلوا الشعر ديالكم. كنتمنى هذا الفيديو يكون مفيد. اي تساؤل او لا اي سؤال خليوه ليا البنات في التعليق، وما تنساوش عافاكم الله يرضى عليكم واحد جيم الفيديو الله يرحم بكم الوالدين. انا كنحاول نزرب باش من نطولش عليكم الفيديو الله يرحم لكم بها الوالدين. اللي كيشوف القناه اول مره يخلي لايك ويخلي اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديوهات ديالي كاملين. ومحتاجه لكم بزاف البنات تكملوا الفيديو الله يرحم لكم الوالدين. هانتوما شفتوا القرعه شحال بقى فيها، راكت معمره حتى لهنا كانت معمره. شوفوا تبارك الله شحال فيها. كندير ليا ولبنتي وحتى راجلي ولا كيديرها. ها هكا الانسان الشعر البنات ملي تشوفوه كيطيح تهلاو فيه، يعني باش على الاقل هذاك اللي كيطيح لكم يولي يخلف لكم. وما تنساوش كذلك البنات حتى من الداخل تعالجوا حتى من الداخل. يعني شوفوا التغذيه ديالكم شنو كتاكلوا، بعدوا على السقاطه، بعدوا على اي حاجه ماشي صحيه. كلوا الماكله ديال الدار ولكن حاولوا تنوعوا فيها. حاولوا تنوعوا البنات. وضروري تشوفوا واش عندكم نقص في فيتامين دي، ونقص في البيوتين، نقص في هذا في الحديد. يعني هادو راهم مهمين البنات. ضروري ما نوازنوا التغذيه ديالنا، نعرفوا راسنا شنو كناكلوا باش كنفطروا الصباح، باش كنتغداو وباش كنتعشاو. وإلا شفتوا هادو راه حتى هما مهمين بالنسبه لتساقط الشعر. هادشي اللي غادي نقول لكم. وتبعدوا على الستريس، واخا ما نقدروش نبعدوا عليه ولكن نحاولوا نبعدوا شويه شويه ونخلقوا السعاده لراسنا. كنتمنى الفيديو يكون يعجبكم بزاف البنات. الى فيديو قادم ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو انا راه كنشارك معكم، غنشارك معكم داكشي اللي كندير انا ان شاء الله يا ربي. صافي الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.